ابراهيم دياباتي، اسد الحملاوي، بابلو صباغ، افيميكو بولولو، واوجوست رودريجيز. كل دي اسماء اتطرحت على مدار الايام الاخيره، وبيتقال ان في مفاوضات بينهم وبين النادي الاهلي. كل ده في كفه ويزن في كفه تانية. لاعب متفصل على النادي الاهلي، لاعب في كل مره بينتقل فيها النادي او حتى بيشارك مع منتخب بلاده بيقدر يكون مؤثر في الملعب، سواء بانه يسجل او حتى يصنع. ومهما كان المنافس يزن قادر يقدم امامه مستوى كبير بشكل ملحوظ، مع العلم ان في اكتر من لاعب موجود في الاسماء المطروحه دي عنده امكانيات جيده ويقدر يقدم اضافه للنادي الاهلي. ولكن لو سالتني ده وقت يزن اللي محتاج يكون موجود في النادي الاهلي اكتر من النادي الاهلي محتاج له. اللاعب اللي طول مسيرته ما لعبش في انديه جماهيريه، ما شافش حجم الضغوطات اللي موجوده في نادي كبير زي النادي الاهلي. يمكن دي تخوف ناس كتير، بس يزن لا، يزن عنده شخصيه، وده واضح جدا لما تشوفه مع المنتخب الاردني. هتلاقيه دايما بيظهر في الاوقات الصعبه، دايما بيظهر في المباريات القويه، دايما بيقول انا هنا، انا قادر اقدم حاجه مختلفه. وبالمناسبه اللاعب عنده رغبه كبيره جدا انه يكون موجود في النادي الاهلي، فالموضوع مش هيكون صعب لان اللاعب نفسه عاوز يكون موجود في نادي كبير ويخش التاريخ ويكون متواجد مع النادي الاهلي. يزن كبروفايل مهاجم يمكن يكون مش وسام ابو علي، يمكن يكون مش اللاعب اللي بيخبط كتير ويلتحم واللي قوته البدنيه عاليه جدا، يمكن برضه يكون مش مهاجم الصندوق اللي بيطلع ويخبط ويلعب الكره بضربات رأسيه قويه جدا. ولكن يزن عنده حاجتين مش موجودين في وسام مهمين جدا، انه لاعب ما شاء الله بيتحرك بكل الذكاء ما بين الخطوط، ولاعب قادر يستلم الكره من اي مكان في الخط الامامي يشكل خطوره. استلم الكره من ناحيه اليمين هتلاقيه بيعدي وبيراوغ ويسدد ويسجل زي ما انت شايف كده. استلم الكرة من ناحية الشمال هتلاقيه برضو قادر يعدي ويفوت ويسجل هدف عالمي في الشناوي زي ما انت شايف برضو. اما بقى تحركاته من عمق الملعب بتسبب خطورة كبيرة جدا على اي خط دفاع، قادر يخطف اي مدافع، قادر يعدي من واحد واثنين وثلاثة واربعة زي ما انت شايف كده. فرغم اني بشوف ان يزن لاعب كبير جدا ولاعب عنده امكانيات كبيرة ويقدر يقدم اضافة للنادي الاهلي، ولكني بقول برضو النادي الاهلي محتاج مهاجم مع يزن، لانه طريقة لعبه مختلفة تماما عن المهاجم اللي كل شغله داخل الصندوق واللي يقدر يشتغل كمهاجم محطة واللي هتحتاجه في مباريات كتير جدا. يزن لو انضم هيقدم اضافة، ولكن محتاج مهاجم ببروفايل مختلف عن يزن يقدر يقدم لك اضافة في بعض المباريات اللي بتحتاج مهاجم مختلف عن يزن نعمات. يزن حاليا عنده 26 سنه، قيمته التسويقيه 1,500,000 يورو، لاعب لسه صغير في السن، لسه قدامه كتير جدا يقدمه. قيمته التسويقيه جيده وتقدر تزيد لما يكون موجود في النادي الاهلي. حاليا بيلعب مع نادي العربي القطري اللي متالق معاه واللي بيقدم معاه مستوى جيد، والموسم الحالي لعب 8 ماتشات وقدر يسجل 3 اهداف وصنع هدف، ومعظم الاهداف اللي بيسجلها بتكون لما بيشارك من على مقاعد البدلاء وبيقدر يحدث الفارق وبيرجع بالنتيجه او حتى بيجيب هدف الفوز لفريقه. ويزن بشكل عام لعب مع العربي القطري 19 مباراه، سجل 5 اهداف وصنع 4. يمكن مش بيشارك بشكل كبير، ولكن دي حاجه تقول ان اللاعب النادي الاهلي يقدر يخلصه عادي جدا. قبل العربي كان موجود مع الاهلي القطري وكان متالق معاهم بشكل كبير، وقدر في 52 مباراه يسجل 17 هدف وصنع 16، واهدافه لا ممتعه فعلا. وعلشان ترجع للشخصيه والدوافع الكبيره اللي عنده، يزن على المستوى الدولي واحد من اقوى لاعبي المنتخب الاردني ان ما كانش افضلهم، يعني في ظل وجود موسى التعمري اللاعب اللي عنده امكانيات كبيره. ولكن يزن دايما بيظهر في الاوقات الصعبه، واي مباراه كبيره يزن بيسجل فيها، سواء امام ايران، تونس او كوريا او اليابان والعراق وحتى منتخب مصر. يزن دايما بيظهر بشكل لافت للنظر في المباريات القويه. وبشكل عام يزن شارك مع المنتخب الاردني في 58 مباراه، قدر يسجل 23 هدف وصنع 15، ودي ارقام خرافيه، ارقام بتقول ان ده مهاجم فعلا كبير. وبغض النظر انه مهاجم جيد جدا بيتحرك بشكل مثالي، لو جاله فرصتين في المباراه هتلاقي فرصه هدف مؤكد. كمان لاعب متنوع بيشوط بيمينه وبشماله بشكل جيد جدا، لاعب عنده كنترول هايل، مراوغ ممتاز، بيعدي من واحد واثنين وثلاثه زي ما انت شايف كده، وجريء، عنده شخصيه، لا ما شاء الله. يزن النعمات متفصل على النادي الاهلي، وبما انه خارج من اكاديميه الكابتن محمود الجوهري اللي عملها في الاردن، فحته مننا وليه لا يقدر يكسر الدنيا مع النادي الاهلي ان شاء الله ويقدم مستويات كبيره. بس انا باكد تاني النادي الاهلي محتاج مهاجم تاني مع يزن يكون بروفايل مختلف، يقدر يقدم اضافه للنادي الاهلي في بعض المباريات اللي بتحتاج مهاجم مختلف عن يزن. وان شاء الله لو انضم يقدر يقدم اضافه باذن الله. وانا قلت لك مميزاته والحاجات اللي مش عنده، قلت لك محتاجين مهاجم يقدر يعملها، انه يلعب كمهاجم محطه، ينزل ويستلم ويخبط يلتحم، يكون داخل الصندوق بيلعب ضربات راسيه بشكل مثالي، لاعب يكون قوي كده يعني. بس يزن هيقدر يعمل لك كل حاجه، سواء بالتحرك من غير الكوره ما بين الخطوط على الاطراف، لا مهاجم مشاغب ومشاكس وقادر يهدد اي فريق
بيواجهه. ده كان كلام عن ياسر النعمات. ان شاء الله اللاعب يقترب بقوه من النادي الاهلي. قول لي بقى في الكومنتات تحت، هل فعلا لو ياسر النعمات قدر ينضم للنادي الاهلي هيقدر يقدم اضافه، ولا انت شايف ايه؟ واتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله وتصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها الطوفان او سكاوت اي كيو. بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير. سلام.